ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. زي ما انتم شايفين كده انا قاعدة بعمل سمبوسك. طبعا العيال قاعدين حواليا بيتعلموا، كل واحدة بتجرب تعمل واحدة. بصوا يا جماعة، يعني سهلة جدا طريقتها. الناس اللي ما بتعرفش تلف السمبوسك، انا بعمل سمبوسك بالجبنة المشكلة اللي هي شيدر على رومي على جبنة حمرا مبشورة، بتبقى تحفة وجميلة. شايفين طبعا. دي معلقتين دقيق على 3 4 معالق ميه، وتربيهم كده زي ما انت شايفه كده، تبقى سايله، وتلزقي بيها الحته اللي فاضله عشان ما تفكش منك في الزيت. طيب بصوا بقى، هنا باخد حبه واحطهم في الزاويه كده الشمال، وبعدين اجيب الزاويه الشمال على الناحيه اليمين، وبعدين على الناحيه اليمين على الشمال، وبعدين على اليمين، وافضل هكذا لحد ما تخلص السمبوكسية معايا. شايفين؟ يعني سهلة جدا. وبظهر المعلقة كده حاجات بسيطة كده، مسحة عجينة دقيق كده، واروح لازقة الطرف الفاضل. تمام. نعمل واحدة كمان مع بعض. طبعا يا جماعة لو تاخدوا بالكم، يعني السمبوسك شايفين مفرغ ازاي؟ هتلاقي فيه كده فقاعات. طبعا العجينة بتاعت السمبوسك لو مش طرية زي اللي في ايدي دي ومزيتة وفيها فقاعات كده، ما بيطلعش حلو. بيطلع ان للأسف في ناس بتشتريه بيبقى شبه الجلاش، فطبعا ده ما بيبقاش طعمه حلو وما بينفش في الزيت ولا بيتضاعف حجمه كده ويبقى جميل. دلوقتي هوريكم لما نقليه مع بعض هيبقى حلو ازاي. فبرضو لما تشتري السمبوسك امسكيه وشوفيه طري وعامل فقاعات في العجينة نفسها ولا لا، ومزيت ولا لا. لان للأسف في ناس بتبيعه جلاش وبيبقوا حاطين عليه مادة دهنية، وبيبقى مقرمش وطعمه مش حلو كده، ومش شكل مش طعم السمبوسك اللي احنا متعودين عليه. بصي هتاخدي كده الزاوية الشمال وتروحي على الزاوية اليمين، ومثلثات كده، مثلثات لحد ما تخلصي السمبوسك كله. هيتفضل معاكي طرف صغير كده، هتروحي بظهر المعلقة زي ما انا عملت في المرة اللي فاتت وتلزقيها. طبعا دي عمرها ما تفك منك في الزيت. السمبوسك بقى زي ما انت عايزة، يعني زي ما انت عايزة تعمليه. عايزة بقى تعمليه بقى بلحمة مفرومة بعصاج زي ما انت عايزة. عايزة تعمليه بمشكل جبن، عايزة تعملي بمشكل جبن وبسطرمة بيبقى جميل برضو. عايزة تعملي بجبنة فيتا بطعم بسطرمة بطعم شيدر، زي ما تحبي برضو. يعني متاح تعمليه بأي حاجة حشوة انت عايزة تعمليها، بيبقى طعمه جميل جدا. يعني احنا كمان بنحبه بالجبن اكتر كمان من ان هو بالعصاج، يعني بعصاج اللحمة. شايفين الطريقة سهلة ازاي؟ يعني يعني ما فيش اسهل من كده. طبعا عشان عجينته نظيفة وجميلة طرية، فما بينفعش يتعمل قراطيس كده وتعبي على طول الحشوة. لازم هيتفرد على الترابيزة، وتحطي كده زي ما انا حطيت في الزاوية الشمال كده او اليمين على حسب يعني ما انت بتقدري تلفي، وتاخديه تروحي على الزاوية اليمين ومن اليمين للشمال، مثلثات مثلثات لحد ما تخلص ايه السمبوكسية معاكي. بس مفيش اسهل من كده. طبعا بيبقى جميل جدا جدا. دلوقتي اوريكم طبعا تشكيلة الجبن دي يا جماعة بتبقى حلوة جدا في الطعم، وبتبقى حلوة في المطة، وبتبقى حلوة كمان لما تحطي منها على بيتزا كمان بيبقى طعمه حلو. وكل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم علينا وعليكم جميعا يا رب. وربنا يرزقنا بعمرة كده يا رب في رمضان، يعني بإذن الله يا رب يكتبها لنا كده عمرة رمضان، بتبقى عمرة بحجة تامة تامة. ربنا يكتبها لنا ويكتبها لكم جميعا. واللي معايا في الفيديو لحد دلوقتي يا ريت تحط لي تعليق وتقولي كل سنة وانت طيبة، ولايك للفيديو. واللي مش عامل اشتراك يعمل اشتراك للقناة يا جماعة، ويفعل جرس الكل عشان يوصل له كل جديد. شايفين؟ سهلة جدا. تاخديها مثلثات
من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين لحد ما تخلص معاكي. الطريقة يعني سهلة مش صعبة يعني. بس انا عملت معاكم اكتر من واحدة علشان الناس اللي مش بتعرف تلفها، عشان تشوفي اللفة اكتر من مرة. شايفين سهلة يعني وبسيطة يعني. تاخديها من اليمين لحد بقى ما تخلصي بقية السمبوكسية. يلا كده خلاص خلصناها، ونكمل بقى باقي الكمية. ده نص كيلو سمبوسك بيعمل يعني شوية حلوين يعني. هنكمل بقية الكمية واوريها لكم. بصوا يعني ما شاء الله اهو. هنا بقى بقليه في الزيت. بصوا يا جماعة العجينة الصح المظبوطة بتبقى عاملة ازاي. اول ما بتنزل الزيت بتنفش وتلاقيها عملت فقاعات على طول. تلاقيه من جوه طري مش ناشف مش مقرمش، ومن بره مقرمش وجميل. بصوا طبعا خدي بالك وانت بتقليه لان هو بيحمر بسرعة جدا، ولما تيجي تقليه المفروض يتقلي قبل الفطار ب10 دقايق بالظبط. يعني ده يكون اخر حاجة انت بتعمليها لو في صيام في رمضان زي ما احنا دلوقتي في رمضان، وايدك عليه تقلبي على الجنبين بسرعة لانه بياخد لون بسرعة معاكي. طبعا بتطلعيه في الاخر يعني بتقليه اخر حاجة عشان يبقى سخن على الاكل عامة يعني. وكمان علشان لو في جبن زي اللي انا عاملاه دلوقتي المطه اللي في الجبنه ما تروحش، والجبنه لما بتبقى سخنه جواه بتبقى طعمها حلو غير لما تبرد. بصوا يعني اهو، بصوا بقلب بسرعه واطلع. شايفين بعد ما خلص يعني جميل والله ما شاء الله. شايفين بقى الفقاعات اللي انا بقول لكم عليها، ده دليل ان عجينه السمبوسك دي مظبوطه واصليه. شايفين بقى مطه الجبنه. بصوا الجبنه بسم الله ما شاء الله جميله ازاي وطعمها رائع. ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك. سلام.